10 فنانات محترمات أهاليهم عرفوا يربوهم، عندهم مبادئ وقيم وأخلاق، احترموا نفسهم، فالجمهور المصري والعربي احترمهم. عمرنا شفنا لهم مشهد إغراء ولا عري ولا مشهد خادش للحياة. لبسهم محترم وشايفين ان العري عيب وحرام. مفيش مخرج يقدر يقف قدامهم ويقول لهم عايز منكم حاجة شمال، لا في الكلام ولا بوس ولا كوبلات ولا أحضان. قصة 10 فنانات محترمات استحقوا ان الجمهور المصري والعربي يحترمهم ويقدرهم كمان. الفنانة الأولى الفنانة المحترمة عبلة كامل، نجمة كبيرة عمرها ما قدمت حاجة مبتذلة ولا لفظ خادش ولا مشهد تنكسف هي منه قبل الجمهور المصري والعربي، لا مشهد إغراء ولا إثارة ولا لبست فوق الركبة ولا كشفت عن جسمها. اكتفت الفنانة عبلة كامل بموهبتها، موهبتها الفطرية، تحسها واحدة من بيتك، لا بتطلع بعري ولا مجسم ولا مكياج. عشان كده كتبت اسمها بحروف من نور في الفن المصري ونقشته بذهب في قلوب الجمهور. يعني لا كوبلات ولا تلامس ولا عري ولا مكياج. لبست الحجاب من 2005 وعملها بدأت تقل حتى قدرت تبعد عن التمثيل والفن بشكل كامل. اتفرغت للعبادة والصلاة وقراية القرآن والبناتها وأحفادها اللي قاعدة وسطهم مش ناوية ترجع ورافضة أي تجريم في أي مهرجان فني، وعايشة الفترة دي بعيد عن التمثيل. هي مرتاحة كده نفسيا، بعيد عن ضجيج الفن والفنانين وإثارة الجدل. المحترمة التانية الفنانة ماجدة زكي، صاحبة الضحكة الحلوة والابتسامة المنورة، أخف دم وأخف روحها حلوة، تحسها واحدة كده من أهل بيتها، ليها طلة جميلة على الشاشة. عملها كلها دليل أخلاقها وتربيتها من البدايات، من أول ما ظهرت على شاشة التلفزيون والسينما وهي مشرفة كل بيت مصري. عملها محفورة في أذهان المشاهد، ليها مكانة كبيرة في قلوب الجمهور المصري والعربي. حتى شرط في شغلها ان اللي تعمله ما تتكسفش هي منه ولا اولادها، لما يشوفوا اي مشهد ليها في فيلم او مسلسل ما ينكسفوش منه ولا يضايقهم. هي مش مقتنعة ان كله في سياق الدراما، يعني البوس والاحضان دي عادي. هي ضد القبلات والعري والبوس والاحضان، رفع شعار المبادئ والقيم. اما الفنانتان آلة غانم، ايمي ودنيا سمير غانم، اللي بيرفضوا اي مشاهد اغراء او عري او قبلات او بوس او احضان، المخرجين والمنتجين بيخافوا يطلبوا منهم. هم بعيد عن اي اثارة من وقت دخولهم الفن. هم طبعا من اسره فنيه، ابوهم الراحل سمير غانم والفنانه الجميله دلال عبد العزيز، ربنا يرحمهم يا رب. هم محافظين على احترامهم ومبادئهم واخلاقهم. ده كمان دنيا بتفوتش فرض ربنا، هي اللي علمت باباها خلته يحافظ على صلاته، ده طبعا اللي زرعته فيهم الفنانه الراحله الجميله دلال عبد العزيز. ايمي لبسها محترم ومحتشم، ودنيا كمان. هم بعاد عن اثاره الجدل وبعاد عن الاغراء ومشاهد الاغراء والقبلات والاحضان. هم بيمثلوا الفن للفن وبعاد عن اثاره الغرائز. اما الفنانه الخامسه عندنا الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحش الكون، نجمة متوجة على عرش النجومية والاحترام في قلوب الجمهور. مفيش حد يطلب منها مشهد إغراء أو حضن أو بوسة، مش موجود أصلا في قاموس الفني للفنانة ياسمين عبد العزيز. من أول ما بدأت معتمدة على موهبتها الفطرية وتشع أدب واحترام وأخلاق وفن، كوميديا خفيفة الدم والروح وخفيفة الظل. عمرنا ما شفناها عملت أي شكل من أشكال الإغراء مهما كان الثمن. ودايما بتقول إن عندها إيمان إن الشهرة والفلوس سهلين، ولكن من الصعب إن الممثل أو الممثلة يعمل اسم محترم بين الجمهور. حققت المعادلة الصعبة من غير أي تنازلات. الفنانة نمرة 6 الفنانة داليا مصطفى، رفضت المايو والبوس مهما كانت مساحة الدور، أو حتى المشهد ده أو الدور ده هيخليها نجمة مصر الأولى. داليا مصطفى متربية وعندها مبادئ وقيم وأخلاق، وبتقول الإغراء الحقيقي إنك تغطي جسمك مش في العري. بتقول إن الست الصح ما تقلعش. عمري ما بين جسمي عشان مشهد أو دور. شوفوا تربيتها لأولادها. خليها لفظ في مسلسل الكبريت الأحمر، لما اتعرض ابنها سمع اللفظ قام قفل التلفزيون، منع أخته تشوف المسلسل. ومن ساعتها داليا مصطفى تعملش لفظ خادش في أي مسلسل أو أي عمل درامي تقدمه للجمهور العربي والمصري. نمرة 7 معانا الفنانة الجميلة هبة مجدي. دراستها بدأت الفن بالرقص والغنى، دخلت الفن وهي عندها 10 سنين من خلال مسلسل بوجي وطمط. هبة مجدي أمراية مؤدبة، حتى حدود لنفسها ومبادئ وقيم. ممنوع المشاهد الجريئة، ممنوع العري، ممنوع قمصان النوم، ممنوع البوس، ممنوع الأحضان، قائمة ممنوعات. وهي كمان ضد التلامس بين الفنانين، عامله لنفسها حدود ما ينفعش حد يتخطاها. ملهاش مشهد واحد تنكسف منه، لا قدام اهلها ولا جوزها ولا اهل جوزها ولا اولادها كمان. نمره 8 معانا الفنانه حنان مطاوع، المحترمه الموهوبه الجميله. كان معروض عليها دور في فيلم كف القمر مع خالد يوسف، هي ووالدتها الفنانه الكبيره سهير المرشدي. لكن المخرج خالد يوسف بعد ما وافقت على السيناريو فجاها انه
انه حط لها مشاهد وتعديلات كده على الدور، حط مشاهد جريئه. وقتها قالت له حنان مطاوع شكرا انا مش هعمل الدور، وكانت هي السبب ان والدتها ترفض الدور اللي كانت هتقوم بيه، دور ام الشباب في كف القمر اللي عملته وفاء عامر. وتقول لحنان مطاوع ان الجراءه في الافكار مش في المشاهد، ممكن اعمل دور فتاه ليه دون ان اعمل مشهد خادش يظهر للناس. فنانه متمكنه من موهبتها وادواتها، موهبه فوق العاده. حنان مطاوع فنانه كبيره جدا، موهبتها عاليه جدا ولها كاريزما وحضور، من افضل الممثلات في الوسط الفني. الفنانه ريهام عبد الغفور بنت الفنان الراحل الجميل اشرف عبد الغفور، من اوائل مؤسسي الدراما التلفزيونيه في التلفزيون المصري. اشتغلت من زمان بس اللي عمرنا شفنا لها مشهد جريء ولا قبلات ولا عري ولا احضان. معتمده على فنها موهبتها العاليه وحتى خطوط حمراء ما ينفعش حد يتخطاها. نمرة 10 معانا الفنانه الدكتوره سهر السايغ، تضامنت مع الفنان يوسف الشريف لما قال انه ضد التلامس بين الفنان والفنانه. بيكتب في العقد كده اما بيتعرض عليه مسلسل او فيلم، بتقول ان هي بتختار ادوارها بعنايه، عندها خطوط حمراء ما تقدرش هي تتخطاها، هي محاطه بالمبادئ والقيم والاخلاق والتربيه. دول ال10 فنانات المحترمات والصح فيها كتير، بس النهارده اتكلمت عن ال10 دول. فنانات متربيات بيوت اهاليهم، طالعين بموهبه صح الصح، لا عري ولا بوس ولا احضان ولا مشاهد خادشه ولا جريئه، معتمدين على الفن للفن، فن محترم يحترموا فيه نفسهم ويحترموا فيه المشاهد المصري والعربي، استحقوا من المشاهد كل الاحترام والتقدير. اذا عجبكم الفيديو لايك واشتراك في القناه، دعما منكم ليا.